هو في العموم انا بقيت ميال جدا لاي عمل درامي معمول متاخد من قصه او من روايه، اذا كان فيلم او مسلسل، اذا كان عربي او اجنبي، لانه في اغلب الاوقات بيكون في فكره جديده موجوده وبتتقدم لنا وبتطرح بشكل مختلف تماما، ودي حاجه بصراحه انا بحبها جدا وبتخليني قاعد متشوق، لاننا في اخر فتره بقينا نعاني من فقر كبير جدا في تقديم افكار جديده. ولما عرفت ان مسلسل زينهم متاخد عن روايه الدكتور محمد جاب الله اتبسطت جدا واتحمست له، وعايز اقول لكم ان انا جبت الروايه وبدات بالفعل قرايه فيها. هو انا طبعا لسه ما خلصتش الكتاب، بس اتبسطت من الفكره نفسها، قلت اخلص المسلسل وبعد كده اخش على الروايه. فيا اهلا وسهلا بكم في قناتكم قناه ماستر سين. انا مايكل عاطف وجاي اتكلم معاكم النهارده عن مسلسل زينهم. بس طبعا قبل ما نتكلم مع بعض عن اي تفاصيل، اوعى تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشترك في القناه عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر، لان انا مش اكبر غير بيك انت وبدعمك انت. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. مسلسلنا من بطولة أحمد داوود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف، وطبعا بيشاركهم في العمل مجموعة كبيرة جدا ومتميزة من النجوم. بتدور أحداث القصة حوالين دكتور زينهم اللي شغال طبيب شرعي، وبالمعنى الأبسط دكتور الطب الشرعي اللي مسؤول عن تشريح الجثث في حالة إن البني آدم مات موتة غير طبيعية. وإحنا هنا في المسلسل بنتعرض لحياة زينهم الشخصية، لأن زينهم شغله مشكلة شخصية، ده غير مشاكل الشغل، ده غير مشاكله العاطفية، مشاكله الأسرية، جميع أنواع المشاكل اللي تخص زينهم، واللي مع الوقت بيتعين معاه دكتور مساعد اسمه جيمي، وبيتعارض طريقه مع واحده اسمها جميله بتكون صديقتها اتقتلت، وتفاصيل كتير قوي جوه المسلسل اللي بيتعرض لنا على مدار 30 حلقه. تعالوا بقى مع بعض نخش على الايجابيات والسلبيات. اول ايجابيه بالنسبه لي في المسلسل هو النجوم الشباب الكتير جدا اللي جوه العمل. احمد داوود واحد من النجوم الشباب اللي انا بحبهم جدا، ونجمه بدا ينور ويلمع كتير قوي اخر فتره، لكنه ما كانش محظوظ وما كانش بياخد ادوار كبيره. اخر حاجه شفناها له كان مسلسل سوتس بالعربي، وبرضه ظهر في المسلسل ده بشكل حلو قوي واداء ممتع جدا. وكان من الطبيعي جدا ان يجي الوقت واحمد داوود ياخد بطوله مطلقه، ومسلسل زينهم كان فيه فرصه كافيه عشان يستعرض عضلاته ويبين لنا قد ايه هو ممثل شاطر. وطبعا كلنا سمعنا عن الفرص اللي اتنازل عنها احمد داوود في سبيل بطوله مسلسل زينهم، زي اولاد رزق الجديد اللي بيتصور. وعلى فكره انا اتفق معاه وبشده، لان الراجل محتاج بقى ياخد فرصه وياخد بطوله مطلقه. مش معقوله يعني يكون موت نفسه في الجيم ليل نهار وفي الاخر ما ندلوش بطوله. نفس الكلام ينطبق على كريم قاسم اللي بيلعب في المسلسل ده دور دكتور جيمي، حد كده كيوت وابن ناس ومعاه فلوس ومتريش، فجاه بيلاقي نفسه بتكليف ان هو يشتغل في المشرحه. وبصراحه كريم عمل الدور ده بامتياز وكان حلو جدا. وحتى سلمى ابو ضيف بتقدم دورها بطريقه مختلفه وطريقه حلوه. هي الطريقه كان فيها تلقائيه زياده عن اللزوم، لكنها عملتها بطريقه حلوه جدا وكانت لايقه على الشخصيه. مش عارف بصراحه السيناريو هو اللي خدم سلمى ابو ضيف، ولا سلمى ابو ضيف هي اللي عرفت تتقمص الدور وتعمل الستايل اللايت المناسب للكاركتر ده. والمسلسل مش بس ادى فرصه لاحمد داوود وكريم قاسم وسلمى ابو ضيف، لا ده في نجوم كتير قوي ظهروا معانا لاول مره. في كمان نجوم خدوا مساحه كانت متميزه جدا، زي مثلا يارا جبران اللي كانت بتلعب دور التمرجيه او الممرضه توفيقه. مساحه الدور حلوه ليها وفرصه كويسه قوي، خصوصا المسلسل اوف سيزون فهيتشاف من ناس كتير. لازم اشكر في اداء احمد الرفاعي كالعاده، الراجل ده كل دور بيعمله بيكون متميز جدا، وبيلعب الدور والشخصيه من حته مختلفه عن اي حد تاني. حقيقي ممثل متميز وممثل تقيل جدا. في ناس بتقول ان انا شبه احمد الرفاعي، فانا مش عارف انا شبهه ولا لا. لو انت شايف ان انا شبهه قول لي في الكومنتات الكلام ده. ياسر عزت بنشوفه لاول مره في مساحه حلوه وفيها كمان خط كوميدي مرسوم، انا عن نفسي ما كنتش شفته في الستايل ده قبل كده، ومبسوط جدا من ادائه بصراحه. اسامه ابو العطا اللي عمل دور الشيخ حسني كان لطيف جدا وكان حلو قوي، كان دور الراجل الضرير. لا اتبسطت منه وعجبني جدا بصراحه. وعجبتني برضو انجا ابو السعودي اللي كانت بتلعب دور يمنى. محمد جبر اللي بيلعب دور الدكتور النفساني كان ظهوره حلو وكان لطيف وكان مقبول، وانا شايف برضو انها فرصه حلوه ليه. بالنسبه لموضوع الفرص او الوجوه الجديده، انا قلت لكم اللي انا فاكرهم وعارف اساميهم. في ناس تاني كتير قوي كانت متميزه وكنت اول مره اشوفها، ممكن يكونوا مثلوا حاجات قبل كده وانا ما اعرفهمش، وممكن يكون ده اول ظهور ليهم. انما المسلسل كل حد ظهر فيه جديد هو كان متميز قوي، وفي ناس كتير قوي في المسلسل ده اتقدمت لاول مره او تاني مره، لكن دورهم ومساحتهم كانوا حلوين جدا. تاني ايجابيه معايا هي القصه. انا بالنسبه لي القصه فيها جزء ايجابي وجزء سلبي، هتكلم عن الجزء الايجابي دلوقتي والسلبي لما نجيله. قصه ان الطبيب الشرعي من كتر ما هو بيتعامل مع موتى بقى شايل همهم وشايل كل هم قضيه، وحاسس ان المتوفي ده ممكن يجري وراه وزعلان ان هو ما خدلوش حقه، وازاي الدكتور الشرعي مسؤول ان هو يحاول يجيب حق كل واحد حصل له اي حاجه. الفكره نفسها كانت عجباني جدا، وكمان كانت معموله في الكتاب بطريقه حلوه قوي. وانا عايز اقول لك ان المؤلف قال الكلام ده في الكتاب، وكمان المسلسل اكد على الكلام ده وقدمه بطريقه حلوه جدا. على فكره في جمل كتير قوي في الكتاب هي اتقالت في المسلسل بالملي، ودي حاجه عجباني على فكره. الميت لا بيقتل ولا بيخدع ولا بيسرق ولا بيكذب، يا بيقول الحقيقه يا بيفضل ساكت. ليه بقى نخاف منه؟
فقصه ان يكون في تواصل حتى لو ذهني بين الدكتور وبين الجثه المتوفاه قصه حلوه، فكره جميله. ويمكن شفنا الستايل ده او الطريقه دي قبل كده في مسلسلات اجنبيه زي شارلوك هولمز. وهنا دكتور زينهم كان عنده لمحه من الموضوع، ان بيبص للجثه بيقعد يتخيل ايه اللي حصل، واحساسه بالمسؤوليه تجاه الجثه او المتوفي كان عاجبني جدا. طبيعي اتبسط لما الاقي حد عنده اخلاص لشغله بالطريقه دي. يبقى كده احنا قلنا اول ايجابيه الاداء التمثيلي لمعظم الممثلين بنسبه كبيره جدا، وتاني حاجه النص او السيناريو. تالت ايجابيه معايا في المسلسل هي الموازنه في الكوميديا. الكوميديا ما كانتش مفرطه، لان المسلسل اصلا تقييمه ان هو مش كوميدي، لكنها كانت موزونه ومعقوله، وكنت بتفضل قاعد تتفرج على المسلسل وانت مبتسم. من الايجابيات اللي في المسلسل او الحاجات اللي فيها صياعه من المخرج هي قفله المسلسل في اخر حلقه، انه جاب لطفي عبود والاسيستنت بتاعه من مسلسل صوت وصوره وراح مسلم الاثنين على بعض، دخل الاثنين في بعض بطريقه حلوه، طريقه تحسسك ان الموضوع كله متصل مش منفصل، وبصراحه كان فيها صياعه وعجبتني جدا من المخرج. تعالوا بقى مع بعض نخش على السلبيات. اول سلبيه معايا هي برضه في السيناريو. مسلسلنا تقييمه تشويق واثاره، فهو في الاول كان فعلا في تشويق واثاره لما بنلاقي الجثه بتتكلم مع الدكتور وفي تواصل ما بينهم، سواء بقى التواصل ده ذهني او فكري او الدكتور بيحط نفسه مكان الجثه وات ايفر اللي بيحصل، لكن ده كان عامل نوع من التشويق والاثاره فعلا. لكن واحده واحده التشويق والاثاره دول بداوا ينزلوا، بداوا يقلوا، بداوا يموتوا معايا لما تعمقنا اكتر في شخصيه دكتور زينهم، لما تعمقنا اكتر في تفاصيل حياته الشخصيه، لما بدانا نعرف اكتر عن خطيبته وعن مامته وعن خاله وعن كل التفاصيل الاسريه. انا كان بالنسبه لي كفايه قوي ان كل حلقتين ثلاثه تجيب لي جثه وغموض ونقعد نحلهم مع بعض، المسلسل ده كان هيبقى في حته تانية خالص. لكن هنا المؤلف بيحاول يربطنا اكتر بزينهم، فبيدخلنا في حياته الاسريه والشخصيه، بيدخلنا في قصه والده اللي اتقتل وهو بيحاول يدور على الحقيقه، بيدخلنا في الهواجس اللي جواه. عايز اقول لك ان قضيه والده كانت مقبوله بالنسبه لي، ما كانش عندي معاها مشكله، انما اقحام الخط الرومانسي والخط الاجتماعي ده ما كانش عاجبني وما كانش لايق قوي، كسر المود اللي انت رسمه والفريم اللي انت رسمه للمسلسل كله. ودي بالنسبه لي كانت اكبر سلبيه في المسلسل، انك خرجت عن السياق اللي المرسوم او المفروض تمشي عليه او اللي انت مهدت لي ان انت هتمشي عليه طول ال 30 حلقه. تاني سلبيه معايا هي برضو في الاداء التمثيلي. الفنان عماد رشاد ومحمد الصاوي كان في منهم بعض الاداء المبالغ فيه وفي افوره كبيره قوي. يعني انا مش هتكلم معاك ان هو مش لايق على سنهم ولا لايق على ستايلهم، لكنه بره اطار الكوميديا تماما، ما ضحكنيش، ما جابش معايا كوميديا، بالعكس انا حسيت بتفاهه وسذاجه في تمثيلهم. وانا مش فاهم ليه المخرج يحيى اسماعيل كان مصمم يطلعهم بالسذاجه دي وبالتفاهه دي. يعني محمد الصاوي بالاخص تفاصيل شخصيته ان هو راجل بيعمل مصالح على اخته وبيخنصر والكلام ده كله، كان لازم يطلع يعني اذكى من كده شويه، اتقل من كده، ارزم من كده. كذلك عماد رشاد راجل قدر يبني امبراطوريه كبيره ويبقى عنده فلوس كتير بعد ما كان عندهم محل في الوكاله. طب اشوف ده المس ده احس ان الراجل ده عنده شويه حكمه، عنده شويه حنكه، عنده اي حاجه، انما كل الحياه افيهات وتفاهه كده. لا حقيقي ما اتبسطتش من الاداء الاثنين دول بالذات. كمان كان في حاجه غريبه بتحصل في المسلسل كان بيخلص فجاه، قاعد بتفرج الاقي تتر النهايه نزل على وشي كده مره واحده. يا عم اعمل لي قفله للمسلسل، قفله تشويقيه تخليني قاعد مستني الحلقه الجايه، بلاش قفله تشويقيه، اعمل مشهد واعمل له فيد كده وحسسني ان في حاجه هتحصل. يعني في 100 طريقه تقفل بيها المسلسل انك تقفل على صباعي كده، حرفيا كنت بحس المسلسل قفل على صباعي. يعني قاعدين كده بنتكلم ومش عارف ايه اللي بيحصل، فجاه تتر النهايه ينزل، كانت غريبه جدا بالنسبه لي بصراحه. اخر سلبيه معايا في مسلسل زينهم هي موضوع الكرش. هو من الاول ما كانش ليه مبرر قوي، دكتور وقاعد وبياكل مع مامته والكلام ده كله، بس ايه المبرر ان يكون عنده كرش؟ يعني مش منطقيه اصلا، احنا بكروش هو عارفين اللي فيها، وكنا رفيعين على فكره زي احمد داوود كده، كنا فورمه وفتنس وناس جامده قوي، بس يلا الزمن جه علينا. المهم الموضوع بالنسبه لي ما كانش منطقي، حتى لما جه ينزله بيحاول يصغره واحده واحده برده ما كانش منطقي. انا مقدر ان المخرج حاول يعمل لازمه وافيه كده صغير، لكنه ما كانش لطيف بصراحه وكان غير موفق، حتى شكله في التتر كان مستفزني ومضايقني. وبس كده، ما عنديش سلبيات تانية اتكلم عليها. في المجمل المسلسل لطيف جدا، تقدر تتفرج عليه انت واسرتك كلها وهتبقى مستمتع بيه قوي. بالنسبه للسلبيات احنا عارفين ان مفيش عمل متكامل، كل حاجه لازم يكون فيها سلبيه ولازم نتكلم عليها عشان نقدر نتلاشاها المره اللي جايه. عشان كده بقول لك لا، روح اتفرج على المسلسل، ممتع جدا وحلو قوي. وبس كده، ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. لو انت بقى عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب واشترك في القناه عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر، لان انا مش هكبر غير بيك انت وبدعمك انت.